ديفيد بيكهام قال لك أنا فخور بالحضور الجماهيري الطاغي للنادي الأهلي. يبقى قولوا عليه أهلاوي، يبقى قولوا عليه أهلاوي. هذا الراجل مالك النادي، مالك نادي انتر ميامي، قال لك أنا فخور بالنادي الأهلي وفخور بالقوة الجماهيرية لدى النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي كان طاغي على المدرجات. وفين؟ في قلب أمريكا، في قلب أمريكا. يبقى أنا لما أقول لك الكلام ما تقعدش تغلفط وما تقعدش تقول أنت متزملك والكلام ده. ده الدور ده جايلك من العالي، من العالي، من العالي. طيب، إصابة إمام عاشور وهيجان جمهور نادي الزمالك الحرجان الشديد، حرجان شديد والله عند البعض من جمهور نادي الزمالك، وعقوبة تريزيجيه، قبل ما ابتدي في أي حاجة إيدك على اللايك يا واد عمي، اللايك الحلو اللي زيك النظيف، وصلي على النبي في التعليقات صلى الله عليه وسلم عشان انت تاخد حسنات وانا اخد حسنات وغيرك اللي داخل ياخد حسنات. طيب نبتدي من عند جمهور نادي الزمالك. ايه يا جدعان؟ ايه في؟ ايه اللي حصل؟ فريق عالمي بيلعب فريق عالمي. النادي الاهلي امبارح كان ضاغط ومكسر الدنيا، والمفروض يطلع الشوط الاول بعونك يا رب 5-0. ده على اقل تقدير 5-0. ايه في ما لزيز اتغير خلاص، نزل واتغير، كان وحش في الماتش نزل واتغير. ايه في الجلبان ده؟ يعني عيني فيه واقول اخي تاني، عيني فيه واقول اخي. ما خلاص كذاب اللي تقول الكبير يعاود من تاني. ما خلاص ما راح، خلاص لا تبكي على اللبن المسكوب. طيب يا سيدي، بخصوص تريزيجيه استنى يا بابا، استنى يا عبد الله. بخصوص تريزيجيه، النادي الاهلي فتح تحقيق عاجل بسبب ان محمود تريزيجيه ما كانش عليه الدور. الاول كان وسام ابو علي، الثاني زيزو، هو الثالث مسك الكوره وراح وشاطها وضيعها. وحتى لو جاء الجون كان النادي الاهلي برضه هيفتح التحقيق ده ويوقع غرامه ماليه كبيره على تريزيجيه عشان ما حدش يعملها تاني. هناك في نظام، هناك عند الجماعه دول اللي ورايا الحمر، دول اللي ورايا دول في نظام، في عقوبه. على طول طلع الكابتن محمد يوسف على طول ووقع عقوبه كبيره على تريزيجيه عشان ما حدش يتجرأ ويعمل العمله دي تاني. لكن النادي الاهلي شرفنا. النادي الاهلي شرف مصر وشرف افريقيا وشرف العرب وشرفك انت كزملكاوي، عشان انت اخوك اهلاوي وابوك اهلاوي واد عمك اهلاوي واد خالك واد خالتك. فبلاش تعمل الدور ده، اصل انت متزملك، اصل انت مش عارف ايه، انت من امبارح مسكين في امام عاشور. يا راجل عيب عليك، يا راجل عيب عليك. لما لاعب يتصاب وكسر في الترقوة، على فكرة دي ملهاش جبيرة، العظمة الوحيدة اللي ملهاش جبيرة، تقعد تلحم مع نفسك سبحان الله. فلما انت تشمت في مرض اخوك يا عم الحاج، بلا كورة بلا زفت بلا هباب. لما انت تيجي تشمت في مرض حد يبقى انت كده عاوز تتعالج. والله اقسم بالله عاوز تراجع دينك، سيبك من التربية، مش هتكلم عن التربية عشان انا تعبت. عاوز تراجع دينك، ما تشمتش في حد. اصله هم نشمتوا يا عم الحاج ملناش دعوة. انت بقى ما تشمتش. والف سلامة على امام عاشور، اجرى عملية جراحية، يعني كتر خيره الواد، كتر خيره. فان شاء الله يرجع للملاعب. امام عاشور يعني من امهر اللعيبه في مصر، وادي خدت لك عيني يا عم امام، بس الحمد لله جات معاك بسيطه ان شاء الله وترجع للملاعب. وكل شخص شمت وكل شخص يعني قال على امام عاشور وفرح وشير ونزل بوست وكتب من فوق. انا عارف الصفحات دي، عارفها وشفتها امبارح
اللي فرحان فيه امام عاشور يضغط لايك، اللي وصفحات كبيره، اقسم بالله صفحات كبيره، بس اللي بيدروها اطفال. حنفضل ندعم النادي الاهلي ان شاء الله لحد لما يرجع من كاس العالم. وراه اصل ما فيش حاجه بتفرح غير النادي الاهلي. ابعتها له. السلام عليكم.